ايه اخر منصب تولاه تركي آل الشيخ؟ وبين ويتكر عمل ايه في اخر ماتش ليه من يومين فاتوا؟ ومين هو البطل الكولومبي اللي كسبان اول ماتشاته في بطولة الجائزة الكبرى وراجع بلده وكلها فرحانة بيه؟ وايه اخر تصريح صرح بيه بيلي جو وقال ان كونر بين طلبوا منه؟ كل المعلومات دي هنعرضها ليكم دلوقتي في حلقة جديدة من الملاكمة في اسبوع. يلا بينا نبدأ حلقتنا. I'm gonna show you how great I am. Great I am. Great I am. بين ويتكر بيغلب ليام كاميرون في الجولة الثانية بالضربة القاضية الفنية. الماتش ده كان في بريمنغهام في انجلترا، وبين ويتكر في الماتش ده كان جاهز وراكز وعارف هو بيعمل ايه بالظبط، بعكس الماتش اللي فات اللي كان باين فيه قوي ان هو مش مركز وحظه ان الماتش اتوقف، علشان طبعا ما تتسجلش خسارة بالنسبة له. لو كان مش مركز وخسر في الماتش ده كانت هتبقى نقطة وحشة قوي في السجل بتاعه. الخبر الثاني هو عن تولي المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الاتحاد السعودي للملاكمة، وده معناه ان احنا هنشوف تطور كبير في الفترة اللي جاية للملاكمة السعودية، واللي هتنعكس بدورها على الملاكمة العربية، وتحديات جديدة هتبدأ تظهر ما بين العرب وما بين باقي أنحاء العالم. بنتمنى له كل التوفيق، وبنتمنى ان احنا نشوف في القريب العاجل أبطال بياخدوا ذهبيات الأولمبيات زي البطلة إيمان خليف ما حصل كده، يبقى في بطل واثنين وثلاثة وعشرة بيتوجوا كل دورة أولمبية في الملاكمة، بيطلعوا ما بين المراكز الأولى سواء الذهبية أو الفضية أو البرونزية، لغاية لما نكسر العقدة بتاعة ندرة وجود الأبطال العرب على منصات التتويج العالمية. وبعد ما الأبطال دول هيتعودوا على إنهم ياخدوا الميدالية الأولمبية مرة واثنين، هيبدأ بعد كده ياخدوا بطولات العالم وينافسوا على الأحزمة العالمية زي WBC والWBO والIPF وغيرها من الاتحادات العالمية، وكمان بطولات الجراند بريكس اللي بدأت تظهر دلوقتي دي كمان خطوة كويسة قوي إن يبدأ العرب يظهروا فيها. فبالتالي بنتمنى إن احنا نشوف في القريب العاجل أبطال عالميين عرب على الساحة. كارلوس أوتاريا البطل الكولومبي اللي كسب أول ماتشاته في بطولة الجائزة الكبرى بتستقبله بلده باستقبال الأبطال. تصريح جديد من بيلي جو بيقول فيه إن كونر بين طلب منه إن يفحص الجلوفزات أو الباندج بتاع كريسيو بانك قبل الماتش بتاعهم يوم السبت اللي جاي، وده كده بيقول ان في تلميح بعدم ثقتهم في كريسيو بانك ان هو ممكن يكون عمل حاجه في الجلوفز او عامل حاجه في الباندج، يعني من الاخر بيشككوا كده في فكره اللي هو الشفافيه بتاعته. الاتنين شغالين على بعض ضرب نار سواء كان بالكلام او بالافعال، بيعملوا للماتش بروباجندا قويه جدا قبل ما يظهر، والماتش خلاص هو بقى بكره، هتتفرجوا عليه بكره وقولوا لي مين يكسب، كريسيو بانك ولا كونر بين. دي كانت اهم واخر اخبار الملاكمه اللي حصلت في خلال الاسبوع ده. ما تنسوش تسيبوا لنا توقعاتكم للماتش اللي جاي، وفي نفس الوقت استنونا في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي من الملاكمه في اسبوع. كان معكم الملاكم الاولمبي رامي حلمي. تشاو.